إحدى رائدات السينما المصرية، حصلت على ألقاب عديدة منها عمدة المنتجين. مثلت وأنتجت أفلام كتيرة. الفنانة آسيا اتولدت في لبنان سنة 1901، وجت مصر ومعاها بنتها الصغيرة وبنت أختها، وبعد وفاة جوزها اتجهت للتمثيل، وبلغ عدد الأفلام اللي قدمتها حوالي 10 أفلام، أبرزهم غادة الصحراء مع عبد السلام النابلسي وماري كويني. ومع بداية الأربعينات اتجهت لإنتاج الأفلام وتوقفت عن التمثيل، وقدمت عديد من المخرجين الشباب والممثلين الجداد اللي أصبحوا بعد كده من مؤسسي السينما المصرية. وكان من ضمن الأفلام اللي قامت شركتها بإنتاجها ليلى وغادة الصحراء ووغز الضمير ولما تحب المرأة وعيون ساحرة وفيلم بنكنوت وزوجة لبنانية وبنت الباشا المدير والبحث عن المرأة وغيرها من الأفلام. ومن ضمن المخرجين اللي قدمتهم للسينما هنري بركات وحسن الإمام وإبراهيم عمارة وأحمد كامل مرسي ويوسف معلوف وعز الدين ذو الفقار وحسن الصيف وحلمي رفلة. وقامت بتقديم الفنانة فاتن حمامة في فيلم الهانم، واكتشفت صباح وقدمتها في فيلم القلب له واحد، وصلاح نظمي في فيلم هذا جناه أبي. أما بنتها منى دخلت مجال الفن، ده كان علشان تنقذ موقف لما رفضوا كل الفنانات تمثيل دور البنت الشريرة، فاقترح المخرج هنر بركات إن تقوم بنت آسيا بتمثيل الدور ده علشان تنقذ الموقف، وبالفعل قدمته. وبعد كده اشتهرت في كل أدوارها بتقديم دور البنت الشريرة.